مش مهم انا بان، مهم الكشاكيل تبان. زاوية تصوير مختلفة يمكن اقدر اعبر عن اللي حصل لي من شوية وانا بشيل الكشاكيل عشان اعمل الصورة بتاعت الثامنيل. اللي هو 40 كشكول على ايدي كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهاردة. زي ما انتوا شايفين معايا النهاردة 40 نوت بوك، 40 كشكول، 40 دفتر. شوفوا انتوا بتحبوا تقولوا عليها ايه، قولوا لي في الكومنتس بتقولوا عليها ايه ومن اي بلد. ريفيو النهاردة هيكون عنهم، عن الكشاكيل دي او عن النوتس ديت او عن النوت بوك ديت، عشان انا بس بديلكوا شوية امثلة لمقترحات ممكن تحبوا ان انتوا تشتروها. قبل ما ابدا الفيديو، لان هنبداه على طول عشان هيكون طويل، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت وسبسكرايب لليوتيوب شانل ودوسوا على جرس الاشعارات، ويا رب بالفيديو دوت نوصل 200,000 سبسكرايبر. قولوا يا رب. هنتاخر بقى الكشاكيل ديت ونظبطها عشان نعرف نعمل الريفيو. اظن كده الرؤيه بقت احسن واوضح، عشان طبعا الكشاكيل كبيره فيا دوب انا ظبطتها وقسمتها. حابه اقول لكم قبل ما نبدا الريفيو، قبل ما اوريكم الكشاكيل دي كلها، احنا النهارده هنعمل ريفيو على الكشاكيل او النوت بوك مقاس A4، المقاس الكبير اللي دايما بيطلب مننا في المدارس الفتره الاخيره ديت، بيطلب مننا كتير، سواء بقى كنا في المدرسه او في الدروس حابين تجيبوا حاجات قبل دخول الدراسه، قبل الطلبات والسبلايز، قبل الدوام زي ما في ناس وبلدان عربيه بيسموه الدوام. فاحنا عندنا عادي المدارس، الدراسه، في ناس تقول عليه الدوام. قولوا لي انتوا في الكومنتس بتقولوا عليها ايه ومن اي بلد برضو. حاولت في الفيديو دوت ان انا اجيب اكبر عدد ممكن من الكشاكيل اللي انا شايفه ان هي هتكون مفيده ليكوا قبل الدراسه، قبل الدروس، او حتى اثناء الدراسه. حاولت كمان ان انا انوع في الاختيارات ما بين الاشكال الديزني، الرسومات، الكرتون، الحاجات الساده، الحاجات الكلاسيك، الحاجات اللي تنفع للكبار، تنفع للجامعه، تنفع للثانويه العامه. كمان هنلاقي على كل الكشاكيل تقريبا او معظمها مكتوب البيانات بتاعه الكشكول، مقاس الكشكول نفسه كام في كام بالسنتيمترز، وكمان حجم الورق كام جرام، سواء 60 جرام، 56 جرام، 70 جرام، واحيانا بيكون في ورق اتقل من كده. كمان في الفيديو النهارده هنتكلم على كشاكيل هتكون مسطره سطور السطرين اللي هما بتوع الانجليش، 4 سطور كمان بتوع الانجليش بس للمستويات القليله زي الحضانه والابتدائي، 9 اسطر، مربعات كبيره للروضه والحضانه، مربعات النص ملي للهندسه والثانويه العامه واحيانا الاعدادي، كمان رسم بياني، حاجات كتير قوي 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 هكلمكم عليها في الفيديو النهارده. انا عارفه ان انا حمستكم، بس يلا بينا. زي ما شفتوا وانا بتكلم وبقول لكم على الانواع اللي هنتكلم عليها النهارده، الرسومات الديزني اللي انا اخترتها، حبيت اختار شويه حاجات واشكال كتير تكون تنفع للولاد تنفع للبنات. انا شخصيا كلبنى بحب الفيلم اللي اسمه لاك دوت، على فكره ما اتفرجتش عليه كله، اتفرجت على اجزاء منه، بس انا حبيته قوي قوي يا جماعه. قولوا لي لو انتوا حبيتوه انتوا كمان. مش كبرنا على الكلام ده ولا ايه؟ مش كبرنا؟ لا طبعا نفس الاشكال اللي انتوا شايفينها ديت، في منها من اول 40 ورقه، 60 ورقه، 80 ورقه، و100 ورقه. كل حاجه موجوده في الصفحه بتاعت بورتفوليو ستيشنري. هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكربشن بوكس، هسيب لكم صفحه الانستجرام والفيسبوك بتاعهم. طبعا عدد الورق دوت بيتحدد على اساس انت محتاج ايه، المواد اللي انت عايز تجيب الكشكول ليها، هل هي محتاجه ورق كتير ولا لا. يعني مثلا عندك ماده زي العربي دي، كل الناس عارفه عربي يعني 100 ورقه معروفه، مفيش اقل من 100 ورقه. العربي بنكتب فيه كتير جدا خصوصا في الابتدائي والاعدادي، وكذلك ممكن العلوم، الدراسات. انت بتبدا تحدد لنفسك وتقسم لنفسك انت محتاج ايه، الا اذا طلب منك سبلايز معينه محتاجين لكل ماده عدد من الكشاكيل وعدد من الورق محدد. زي ما قلت لكم ان في الريفيو النهارده هيكون في الكشكول بتاع المربعات الهندسه الصغيره اللي بتكون نص ملي، ودي في الاغلب بيستخدموها في الاعدادي او في ثانوي للمواد الرياضيه. في الاغلب ما بتجيش باشكال خارجيه، يعني بتكون جايه ساده او مكتوب عليها كتابات خفيفه كده بسيطه، ما بيكونش يعني في طرقعه او شكل معين على الكفر الخارجي. جوده الورق اللي انا هكلمكم عليها النهارده في جميع الكشاكيل، بس انا بصراحه في كل كشكول هقول لكم ان الورق بتاعه حلو جدا، بس
ان توتال كل الورق اللي انا مختاره لكم النهارده ايا كان الماركه اللي هيكون منها الكشكول كلهم حلوين جدا. الكشكول اللي بكلمكم عليه بعده هو بتاع مرحله الحضانه، الكشكول المربع الكبير ده برضو بيستخدموه في الحساب وفي الرياضيات، برضو متوفر منه انه يكون شكل الورقه كمان من جوه فيها رسمه، حاجه كده تشجع الطفل ان هو ممكن يتعلم ويكتب ويكمل معانا في الدراسه. انا عارفه ان الاطفال بيبقى الموضوع ده صعب عليهم والله يا جماعه، انا شخصيا عندي طفل وعارفه الموضوع ده. كشكول مهم جدا هو كشكول الاربع سطور الانجليش. انا كلبنى زمان قوي يعني اكتر من 4 سنين كنت معتقده ان الكشكول ده بتاع الميوزك، يعني عادي بدل ما نجيب النوت السكتش الصغير بتاع الميوزك ده احنا ممكن نجيب الكشكول الكبير ده. اكتشفت ان الموضوع ده غلط خالص، وان الكشكول دوت عباره عن 4 سطور بيستخدم لتعليم اللغه الانجليزيه عشان تقدر تكتب الحروف الكابيتال والسمول، وان السكتش بتاع الميوزك بيكون 5 سطور مش 4. كمان النوت بوك دوت للاسف ما بيجيش منه اشكال، برضو هي بتبقى رسمه ثابته كده. في الاغلب الناس بتعتمد على ان هي تجلد الكشكول او النوت بوك عشان الرسومات ما بتبقاش عاجباهم. النوت بوك دي من ماركه اسمها احمد سلامه، والكشاكيل اللي فاتت على فكره كانت من ماركه الصفا. الاتنين حلوين جدا والورق بتاعهم حلو جدا. احمد سلامه هنا مش كاتب الورق كام جرام، بس تقريبا 60 جرام، لان الورق الكواليتي بتاعه حلو جدا. كمان من النوت بوكس المهمه جدا وهي السكتش او الكشكول بتاع الرسم البياني. ناس كتير جدا 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 في جميع المراحل التعليميه حتى مش العمريه بيحتاجوا السكتش دوت. السكتش اللي هكلمكم عليه النهارده او اللي انا اخترته لكم النهارده هو من شركه الاقصى. الورق بتاعها 60 جرام. الورق حلو جدا على فكره يا جماعه، تقريبا كلنا بلا استثناء استخدمنا الكشكول دوت سواء صغيرين او كبار، ولو انت من الصغيرين فانت فعلا محتاج السكتش دوت او محتاج النوت بوك دوت. بيكون ليه ناحيتين، الناحيه اليمين بيكون مسطر والناحيه الثانيه بتكون فيها مربعات صغيره ملي ومربعات اكبر كمان. برضو نفس الفكره، ما بيبقاش ليه طبعا رسمه خارجيه مميزه، هنعتمد برضو على ان احنا نجلد الكشكول. دلوقتي بقى انا عايزه اوريكم شكل شيك جدا جدا جدا. هو الشكل راح فين؟ يا نهار ابيض، الكشكول كان معايا هنا، ايه ده راح فين؟ لقيته. دلوقتي بقى عايزه اوريكم شكل حلو قوي شيك جدا فخم جدا. انا بصراحه يعني ارشحه للثانويه العامه، الجامعه، حاجه كلاسي جدا. الشكل الخارجي الكفر نفسه هو كرتون، بس كرتون حلو ماسك نفسه. الورق من جوه ممتاز جدا. المفروض متوفر منه الوان بس انا لقيت اللون دوت وعجبني قوي عشان اعرضه لكم لانه لونه شيك قوي. كمان الورق بتاعه 57 جرام. النوع اللي بعده هو شبه النوع الاولاني اللي انا وريته لكم، الاشكال الديزني، بس ده مختلف شويه. لما هتيجوا تفتحوه هتلاقوا ان هو من جوه في ناحيه مسطره وفي ناحيه ساده خالص. الكشاكيل ديت بنستخدمها في الاغلب للعلوم، الدراسات وغيرها، عشان في الناحيه اليمين بنكتب عادي في السطور والناحيه الشمال بتكون ساده خالص، بننقل عليها الخرايط. لو احنا بنشوف الخرايط بننقل عليها الرسومات التوضيحيه اللي بتكون موجوده في العلوم. وهنا بقى يجي دور الستيكي نوت الشفاف اللي انا كنت كلمتكم عليه قبل كده في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو دوت في الديسكريبشن بوكس. كلمتكم على الستيكي نوت ده، هيكون مفيد جدا انك بعد ما تخلص الرسم على الستيكي نوت هتقدر بمنتهى السهوله انك تنقلها هنا في الكراسه في المكان الشفاف، وهيبقى الموضوع سهل عليك جدا في المذاكره وفي الدراسه. وانا بكمل اكتشفت ان انا نسيت ان انا جايبه من الكشكول الشيك الفخم اللي كلمتكم عليه قبل الكشكول دوت، كنت جايبه منه نوع تاني سلك. ده بقى السلك احلى من الكشكول العادي الدبوس. السلك ده بقى الحلو اللي فيه ان الكفر بتاعه بلاستيك، الماتيريال بتاعته حلوه، هي مرنه وفي نفس الوقت تستحمل. لما تيجوا تفتحوا الكشكول وتقلبوا ما بين الصفحات هتلاقوا ان في انسيابيه، مفيش اي كلاكيع خالص. الورقه بتمشي معانا على طول، ودي اهم حاجه تاخدوا بالكم منها لما تيجوا تشتروا الكشاكيل او النوت بوك، خصوصا السلك.
طبعا مش قادره اوصف لكم قد ايه نوع الورق ممتاز. بما اني في النوت بوك السلك فقلت اكمل ليه لا واوريكم النوت بوك اللي هم بيكونوا الرسومات الديزني، نفس الفكره بتاعت الكشاكيل العاديه بس بتكون سلك. كمان الكفر بتاعها بيكون بلاستيك، وطبعا متوفر منها مسطر 9 اسطر، مربعات كبيره للاطفال، مربعات صغيره نص ملي، كل حاجه تتخيلوها هتكون متوفره منها ان شاء الله وموجود منها. السكتشات دي على فكره حلوه قوي يا جماعه، يعني في ناس بتحب السلك وما بتحبش الدبوس، وفي ناس بتحبها اكتر في الدروس، وفي ناس بتحبها اكتر في المذاكره من الدروس. بصراحه يعني الكشاكيل دي من الحاجات المهمه اللي انتوا لازم تاخدوا بالكم منها قوي وانتوا بتشتروها. الكشاكيل الملونه ديت او اللي هم الديزني دول كانوا من ماركه الصفا، كلهم حلوين قوي قوي قوي، وطبعا الماتيريال بتاع الورق من جوه ممتاز جدا. نيجي للنوع اللي بعده وهو كمان سلك، نوت بوك سلك او كشكول سلك من ماركه الصفا. الكشكول ده بصراحه يا جماعه هو من الوش ومن الظهر بيجي الماتيريال الحلوه قوي ديت، هي ماتيريال بلاستيك بتلمع، اسمه اساسا ميتاليك، اسم الاديشن دوت ميتاليك، وكل الالوان بتاعته ميتاليك حلوه قوي، فضي ذهبي برونز ولون كده مدي على نبيتي، مش عارفه بصراحه هو لون ايه بس لونه حلو جدا، وكمان الازرق لون الحب بتاعي. الكشكول دوت ما بيجيش منه غير من اول 100 ورقه، يعني اول حاجه فيه كده بسم الله الرحمن الرحيم 100 ورقه، ما بيجيش اقل من كده، في اكتر من كده لحد تقريبا 300 ورقه او 250 ورقه، لكن اقل حاجه فيه 100 ورقه. الحلو قوي في الكشكول دوت ان هو كبير بيستحمل، وبصراحه المميز فيه الوانه، يعني اللون الكفر الخارجي حلو قوي شيك جدا، وانا شايفه ان هو مريح للعين بصراحه. طبعا كشاكيل زي كده او نوت بوك زي كده برشحها اكتر للكليات او للثانويه العامه، بيكونوا خلاص كبرنا بقى ومش عايزين يشيلوا حاجات عليها رسومات ديزني ومش عارف ايه، مع ان في ناس تحب الحاجات دي عادي جدا وانا منهم، بس خلاص بقى اللي هو لا عايزين حاجات تبقى شيك، حاجات ساده، حاجات مش عارف ايه، فانا جايبه لكم اوبشن حلو جدا للموضوع ده. دلوقتي انا هوريكم احلى كشكول حرفيا ممكن تشتروه السنه دي. كشكول هيوفر عليكم حاجات كتير قوي، هيوفر عليكم مجهود، جلاد، الوان، تعب. اصل المدرسه عايزه كشكول لونه موف موجود، المس عايزه كشكول لونه لبني موجود، اخضر، اصفر، برتقاني، احمر، ازرق، كل ده موجود. الكشكول اللي عليه الدور دوت يا جماعه من ماركه الصفا، بصوا الكشكول شيك ازاي، مفيش اي حاجه فيه، هو لونه كده، هو لونه ازرق. تفتح الكشكول هنكتب على طول الماتيريال بتاعه الورق الممتازه الرهيبه اللي دايما احكي لكم عليها. بصراحه هي في كل، يعني هو تقريبا كل النوتس بتاعتهم سكتشز، نوتس، نوت بوك، ايا كان كشاكيل، كلها تقريبا نفس الماتيريال، فماتيريال الورق حلو قوي. هو طبعا بيبقى باختلاف الكفر، بس بجد ده رهيب رهيب. الفكره ان انت مش محتاج انك تجلد، خلاص انت جبت كشكول مطلوب منك 2 كشكول ازرق للعربي، خلاص خلصنا، اشترينا وخلصنا وجلدنا وخلصنا المدرسه ونجحنا ان شاء الله. الموضوع سهل جدا. حبيت كمان اوريكم في الفيديو ان انا كان عندي بديل للكشكول دوت، وهو بتاعي انا اهو بحضر فيه وبكتب فيه اهوت. الكشكول ده من شركه اسمها هاي تكنو، ده كان تقريبا برتغالي، يعني هو حاجه مستورده من اوروبا. هو الكشكول ده تقريبا معمول بديل ليه، عشان ده ما عادش خلاص بينزل السوق خالص، فالكشكول ده معمول بديل ليه، بيجي نفس الفكره، بيجي لونه ساده كده خالص، بس الكشكول بتاعي كبير، فلوسكاب، مقاس فلوسكاب، ده مقاسه A4. حتى هوريكم دلوقتي في الفيديو الفرق ما بين الاثنين، ده بيجي فلوسكاب وده بيجي A4، فاللي انا هكلمكم عليه ده مقاس الA4 اللي انتوا هتحتاجوه حتى في الدراسه وفي المدارس، في الدروس، لو انتوا عايزين حاجه شيك لون ساده خالص، في ناس بتحب كده، فانا ارشح لكم السكتش ده. جاي منه من اول 60 80 100 ورقه، بصراحه ممتاز جدا، وهتلاقوا فيه كل الاحتياجات اللي انتوا عايزينها. في بقى انواع هنتكلم عليها، وهم اخر نوعين عشان انا عارفه ان انا طولت عليكم. دول اخر نوعين بيكونوا ايه؟ بيكون هارد كفر، بصوا الكفر بتاعه جامد جدا.
اول نوع معايا من شركه ياسين، وهو النوت بوك دوت او الكشكول دوت 96 شيت، يعني 96 ورقه مش 100، 96 و70 جرام. الورقه ممتازه، تيجي تفتح الكشكول فخم جدا على فكره. في طبعا الورقه بتاعت البدايه، وهتقلب في الورق حلو قوي. ولو انتوا خدتوا بالكم في الصور معاكم دلوقتي في الفيديوهات هتلاقوا ان هم قريبين قوي من الصفا، يعني نفس تقريبا الديزاين، بس ده ديزاين مختلف اكتر. انا بصراحه يعني بحب الديزاين ده في الكتابه، يعني ما فيش اي حاجه، هو بيج وديت كده مكتوبه فوق، بس سايب لي بقى حريه ان انا اكتب اللي انا عايزاه في مساحه كبيره، مش هحس ان في سبجكت كده كبيره على الجنب وبتاع. هي مش وحشه، في ناس عادي بتتماشى معاها، انا بس بحتاج يعني انا الكشكول بتاعي لو هوريه لكم دلوقتي هتلاقوه ساده خالص، ما فيش بقى ولا ديت ولا سبجكت ولا اي حاجه. انا احب اعمل كل حاجه لوحدي، انا اللي اكتب اللي انا عايزه اكتبه، انا اللي اعمل كل حاجه، مش عايزه اي دوشه في الكشكول بتاعي. ده بالنسبه لتحضير لشغلي. انما انت بتذاكر فانت محتاج تكتب الماده، محتاج تكتب اليوم، عندك كويز، عندك امتحان، عندك حاجه، فاظن دي هتبقى حاجه مفيده جدا. المميز في الكشاكيل او النوت بوك الهارد كفر ان هي صعب ان هي تتبهدل منك، يعني صعب ان هي تتنى، تتقطع، تتكسر. الكشكول ده ما بيكونش دبابيس يا جماعه، هو بيكون كده ملزوق مع بعضه في الهارد كفر نفسه. حلو قوي للناس اللي ممكن استخدامها يبهدل الدنيا. حلو، بيجي منه رسومات كده، يعني هو بيكون حاجات كده مشجره بتبقى حلوه، ورود بقى او غيره، لطيف ولذيذ على فكره. انا سبحان الله كل مره باجي اعمل ريفيو ما بكونش مرتبه لاي حاجه ويطلع معايا اخر نوع هو احلى نوع، والله ما اعرف ليه. وما ببقاش مثلا عشان اخليكم تتفرجوا على اخر الفيديو او كده، بس سبحان الله اخر نوع في الكشاكيل كان احلى نوع من الكشاكيل. الكشكول دوت من شركه ياسين، برضو جاي منه 4 الوان، نبيتي، اسود، زيتي، هافان. والهافان كان تحفه جدا، بس انا قررت ان انا افتح اللون الرمادي كنوع من انواع التغيير، وما عنديش اي فكره الكشكول ده عامل ازاي. كل اللي مكتوب عليه من بره ان هو نوت بوك و80 ورقه 70 جرام، وفي بوك مارك في النص. فقررت ان انا اشيل الغلاف معاكم وافتحه وابص الاقي ان الكشكول من جوه ورقه اصفر. لو انتوا متابعيني من 3 سنين ل4 سنين هتعرفوا ان انا في الفتره ديت، يعني انا بقالي 2 سنين بالظبط ما استخدمتش ورق اصفر في الكتابه. انا بحب جدا 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 الورق الاصفر في الكتابه عن الورق الابيض، بيكون مريح اكتر للعين، خصوصا لو انت بتكتب حاجات كتير وبتقعد ساعات طويله، سواء من مذاكره، من تحضيرات، من غيره، ايا كان انت هتعمل ايه. فبصراحه الورق الاصفر من جوه بيكون مريح اكتر من الورق الابيض. وبعد ما خلصت واتفرجت على الكشكول وعجبني قوي، طبعا هو اساسا شيك جدا، هو برده حاجه كده فخمه، تفتح تلاقي الورق اللي في الاول وبعدين الورق نفسه. بعدين شفت البوك مارك اللي هي زي بتكون في الاجندات واللي موجوده في المصحف، هي البوك مارك ديت اللي كان قصدهم عليها، عشان تقدر توصل بسهوله لاخر حاجه انت كتبتها. وبس كده اكون خلصت الريفيو النهارده. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا من الانواع اللي انا عرضتها لكم النهارده في الفيديو. قولوا لي في الكومنتس ايه اكتر نوع نوت بوك او كشكول عجبكم في المقاس الاي 4 دوت. انا بصراحه بالنسبه لي احلى كشكول في الدنيا ده احلى حاجه خالص، اللي بيكون نوع الورق بتاعه اصفر. قولوا لي انتوا في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك، شير، كومنت، سبسكرايب لليوتيوب شانل، ودوسوا على جرس الاشعارات. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية وريفيوهات جايه اكتر. باي 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 باي.